صور الدات حلو. الاستشارة زي ما عليك. قاعدين فين؟ قاعدين فين؟ فوق بقى من فوق. بص على الشغل. كل صف الشغل. فين بقى هنا؟ عند المجلس. المجلس فين؟ قاعدين فين؟ السلام عليكم. تمام. السلام عليكم. شو قاعدين هنا؟ حمام ده فين المجلس؟ هم فين؟ لا ده انا كنت مدي معاك وقعت بالصدفه. ماشي محمد بيه. دلوقتي في وقت الهزار وفي وقت اللي غير هزار. عايز تتخانق معايا اتخانق معايا انا. ما تتخانقش مع النادي. عدم قيد الولاد النهارده هيعمل كارثه. طب يا فندم احنا من اول الشهر بنقول ان في قرار مجلس اداره ماشي معاك. وان الاتحاد ما فيهوش فلوس. ماشي. كل الانديه اتسلت وكل الانديه دفعت. طيب. اللي دفع 25%. يا باشا ما انت عارف ان النادي محجوز عليه. انا محجوز على 70 مليون. هل انت تصور محمد بيه ان انا هتاخر؟ محجوز على 70 مليون. ويقول لي هات كاش. انت عارف ان المخالفه اللي جات لنا احنا كنا بنحط الفلوس في الخزنه. فانا هعمل لك بقى حاجه تريحك دلوقتي. انا ليا ده لسه بدي اسوان دلوقتي 5 مليون جنيه من ساعه. ما حصلش يا محمد بيه. ما الراجل واقف تحت، ما هو قريبي اساسا. ما انا عارف غريبه ما حصلش. طب ما هو قال لي والله وبعدين يا ليه واخد شيك. وبعدين سبتك يعني الساعه 11 دلوقتي، يعني ده انا جاي بالصدفه. طب اقول لك يعني اساسا انا عشان نخلص من الموضوع ده. اتفضل. يا بيه عملت ايه؟ يا بيه عملت ايه؟ هعمل لك حل انا جميل. اقعد يا اخ وليد خلصنا. قول يا بيه عملت ايه؟ طب يلا لا وليد العطار قدام اهو. فين هو اهو. والاستاذ محمد بن الوفا عند مجلس الاداره قدام اهو. الصعيد اهو قاعد قدام اهو. مش بلاخه مين. لا طب تديني دقيقتين يا باشا اكلمك. دقيقتين بس يا باشا. انا هريحك طيب بعد اذنك. عشان اصل لازم العيال هتأيد اسمها كده. انا هكتب لك جواب دلوقتي تمام. انا ليا عند الاتحاد بتاع ده الشركه الراعيه اللي هي تبع الدوله 60 مليون. خلاص؟ انت كان انا اعمل لك شيك بكام؟ انا لسه ما شفتش كده. 5 واثنين. لا سيبك من الرسوم. انا ادفع 5. هكتب لك دلوقتي حوالي حق ب 10 مليون. تصرفهم يوم لحد منهم. وهطلب لك بتوع الشركه دلوقتي. ايه رايك؟ اخد راي المجلس بقى. انا عندي قرار مجلس انا بنفذه. لا اصل بص التنفيذ ده هيولع في الدنيا. هيولع الدنيا صدقني. انا بقترح اهو. كان 5 مليون شيك اعمل له حوالي حق ب 10 مليون ياخدهم من الشركه الراعيه يوم الاحد. اهو ادي الشركه الراعيه اهي. الشركه فلوسها موجوده. اهي.
الموضوع يا جماعه الموضوع فيه هزار جماهيري، يقول لك عشان الاهلي مش عشان الاهلي هتدخلنا في مشكله. خالد بيه سيد. خالد بيه ايه؟ بقول لك استاذ جمال تليفونه تقريبا مقفول. كويس. هو بيكلم الراجل هيتصور. بيتكلم دلوقتي بيقترح ان يبقى فيه بقول لك ايه يا حبيبي دلوقتي كلمت مين؟ سيف؟ طيب هعمل الاتحاد دلوقتي حوالي الفلوس اللي هي عندكم يسلمهم لهم يوم الاحد. ما تدومليش انا واخصمهم المستحقات. تمام كده يا استاذ محمد؟ ده مين ده فندم؟ ده المدير المالي بتاع شركه بزنس. ده يمشي الكلام ده يا ست المستشار؟ لو الماء يرجع المجلس ماشي. لا الكلام ده مش همشيه. انتوا مش هتبصوا لي لبعض. لا هيتأيدوا على هيتأيدوا وتحملوا المسؤوليه قدام الناس. انا بقول لك ده المدير المالي اهو. يا ست المستشار عامل لك جواب هو حضرتك عشان تاخدوا اتحاد الكوره انتوا بتهزلونا. انا مش فاهم يعني. هو دي تصفيه حسابات بيني وبينكم. مفيش مع ان انا ما جبتش اسمك خالص. جنبتك. احنا معاك وليك طب انا عمال اقول نادي الزمالك والنادي الاهلي وكل الانديه. تمام من انما فضلك. احنا من اول يوم في الشهر يا ست المستشار يا باشا محجوز عليا. كل الناس. طب يا ستك ما انت دافع للناس يا ست المستشار. مين الناس اللي هدفع لهم واخدين شيك؟ ناس محترمه خدوا الشيك. انا محجوز عليا. نقدر الظروف يعني. اهو ده المدير المالي بقول له اهو هكتب لك ورقه رسميه يحولهم لك يوم الاحد. مطلوب مني حاجه تاني؟ المدير المالي اهو سمع كلامي. سيد المستشار عايزين نخلص. يا باشا اديني ورقه دلوقتي اكتب لك. المجلس ده يتعرض على مجلس الاداره هو على طول ومفيش مانع لو هم يتحولوا. وهنجيب المجلس ده هو على التليفونات اهوت موجود. اتفضل يا باشا. وانا ماشي الكلام. خلاص قول لهم المقترح بتاع انا بقول يا جماعه هتحصل مشكله. هتحصل مشكله كبيره اكبر من جمال علام 100 مره. دي جماهير بالملايين. سيادة المستشار هتحصل. انا بقول اهو العيال دي لو ما اتأيدتش انا طلب مني من جمال علام اتفق مع الاخوه هدفع 5 مليون بشيك واكتب جواب. واكتب جواب ان انت اعملوا لجنه لان طلع فيه 28 مليون جنيه زياده المره اللي فاتت وتصفي. تمام؟ الموضوع ما فيهوش هزار. حضرتك مش هتأيد. انا بقول لك الدنيا هتولع. انتوا بتذلونا؟ لا يا معلم مش امال في ايه؟ مفيش ذل ولا حاجه. امال ايه؟ مفيش ذل. حضرتك اتحاد كوره خدمه الكوره ولا عشان نصفي حسابات؟ لا ماشي. مش وقت تصفيه حسابات. هي ماهيش تصفيه حسابات. امال ايه بايه؟ انت عارف ان انا محجوز عليا ولا مش عارف؟ يا باشا مش تصفيه حسابات ولا يا بيه انا محجوز عليا. محجوز بس انت كلامك صح. 70 مليون محجوز عليهم في البنك. بعد كذا مره على الفلوس دي. انا بيه بتعهد. يتم تسويقها. انا اللي بتعهد. خلاص بقى اللي فات مش انا اللي بتعهد. يعني يا يوم اسمعني بيه. بنفسه بيها. يوم الاحد حضرتك بعت لي حد من الاداره الماليه وحضرتك مستشار قانوني. تمام. نقعد ليك 5 جنيه 10 جنيه نعمل لهم جدول. المبلغ ده موجود بعيد عن بعيد بص يا مرتضى بيه، بعيد عن العصبيه وبعيد عن اي حاجه. الموضوع يتحل. هو الاستاذ وليد مع مجلس الاداره هو بيتكلم عشان القرار اللي موجود. لو هيتحول الفلوس ديت يوم الاحد من الشركه الراعيه ماشي. هكتب لك جواب دلوقتي. مجلس الاداره يا حمدي هات الوقت. دلوقتي هبعت لهم جواب. دلوقتي انا اللي همضيه هتحول لهم المبلغ اللي قلت عليه يوم الاحد لصالح اتحاد الكوره واخصموا المستحقات اللي ليا. انا غلطت يا بيه. اهو ده المدير المالي كلمه عشان تتفق معاه. هو اتفضل. لا يا باشا ما انا سامعه هو. طيب ما انا سامع المدير المالي. طيب طب ولو ما تحولوش يوم الاحد يا مرتضى بيه؟ اعتبر القيد كان لم يقع. عايز حاجه تاني؟ اعتبر القيد كان لم يقع. جاي بنفسه خلاص بقى. انا غلطان؟ خلاص بقى. والله هو الاستاذ وليد بيعمل اهوت واعتبر القيد ده لم يكن. لا القيد موجود لان هو كده. انا بعمل ايه؟ الولد بقول ايه؟ انت مش مصدق الراجل بيكلم راجل؟ لا مش حكايه كده. مش حكايه كده. وانا اصلا ما كنتش طايق اجي هنا. ليه؟ لا ليه؟ لا مش معقول انا اقدم شكوى ضد لاعب اي هدف منحرف
اسمه كهرباء انا اللي اتحول التحقيق. يا مرتضى مش ممكن. يا مرتضى خلي الموضوع وكان ده امتثل اللاعب وكان هياخد عقوبه. خلي الموضوع ده على جنب. طب ايه خلي الموضوع ده على جنب. ما اللاعب كان امتثل وكان جه وكان هياخد عقوبه. محمد بيه بعد اذنك، هل ينفع الجوابين يروحوا مع بعض انا وهو؟ انا بسالك سؤال. انت انا حضرتك بسالك سؤال يا مرتضى انت بيه. دلوقتي لما يا تبعت مرتضى لي بيه. وليه في وقت واحد انت بتهن انا. يا مرتضى بيه انت شاكي ومشكو في حقك مش كده؟ تمام. تعالى قول اقوالك. يا باشا انا فين؟ قول اقوالك. يا راجل راجل قانون قديم. ايوه قول اقوالك. ايه انت ما المشكله؟ شفتش الاداره العليا قال لك لا يجوز اللي يحاكموا الجمعيه العموميه؟ لا بس يا وليد خلص عشان احنا ايه هو هيعرض هذا الكلام وانا هعتمد دلوقتي التعهد. هو انه جه بنفسه مع عمرو الشرط يعني ايده دي مش سهله يعني. ايه؟ حل المشكله السنه بكام دول؟ ماشي ما تتحل ما تتحل المشكله بما يتفق مع العداله قلت الكل. يوم الحج لو ما حصلش يا استاذ وليد عايزين نعيد الرئيس قال لك طيب خد بالك يعني الرئيس قال لك لو ما يوم الحج ما خلصش ممكن ما تحمل المسؤوليه. هو مجربني وعارفني وبعدين جاي بنفسه يا خلاص بقى ده مش هزار بقى. ومش طايق اجي هنا مش طايق. ليه مش طايق تيجي ما هنا ينفعش ليه؟ تبعت لي جواب انا والوقت في جواب واحد. تشرب ايه يا محمود؟ لا مش هاخد حاجه لا مش والله ممكن تاخد حاجه يا عم لا خلص بس يلا. وهات لي يا ابني ورقه اكتب لك هات الجدوله بتاعتك ديت. لا اكتب لك على الجدوله نفسها تمام. انما جماهير بالملايين انا او الاهلي او اي حد لعيبه مصروف عليها ملايين. على فكره مين اللي بيدفع بقى؟ الشركه الراعي على فكره. اللعيبه دي كلها بحاول اعمل تحويل وشركه محترمه بتحول لهم على طول كل اللعيبه دي. احنا لما بنقعد نتكلم واحد واحد بجسمك التخين ده. اتحاد الكوره بيصفي حسابات معايا. لا ابدا ابدا والله العظيم ما حصل. والله ما حصل. طلعوا جماهير بص طلعوا جماهير النادي من الخناقه اللي بيني وبينكم. اقول لك ليه بقى؟ ايه وانت عايز تتخانق ليه؟ اقول لك ليه؟ اصل احنا هنصطلح في يوم من الايام. لا طب انت حضرتك عايز تتخانق ليه؟ انتوا عايزين تتخانقوا ليه؟ اهو هو المجلس اللي بيطلع يغلط في المجلس؟ يا باشا انا مش صغير عشان تحول لي التحقيق. يعني انا بسال حضرتك المجلس مجلس اداره الاتحاد هو مجرد انه يبعت ورقه تعالى حقق معاك بيغلط. لا يا باشا بص يا مرتضى بيه انت حضرتك استاذ قانون. انت بتقارني فين استنى يا عايز؟ باشا انت استاذ عمل قانون. كده اللي هي ايه؟ جامد انك تبعت له يا باشا انت حضرتك استاذ التحقيق قانون. يجي بموظف يحققها. ده انت سعادتك اللي عملت اللائحه بتاعت الانضباط والاخلاق ماشي. في الجمعيه العموميه اللي كانت في الهدف ماشي. وحطيت فيها محاسبه اللعيب والاداري والحكم والمسؤولين. مش رئيس نادي. لا اقول اللائحه لحضرتك سنه كام؟ اللائحه 2019 في حكم ب 2022 انك لا تملك لا انت ولا اللجنه الاولمبيه الهيئات الاربعه حد يحقق مع حد فيهم. اللي يسال جمعيه عموميه. لا هفترض ان جمعيه عموميه هفترض الاستاذ يا مرتضى بيه ثانيه واحده جمعيه عموميه للنادي. لا يا باشا جمعيه عموميه للنادي يا باشا ما هو النص كده لجنه جمعيه ايوه الجمعيه العموميه بتاعت حضرتك بتاعت اي نادي هي اللي تحاسب مجلس الاداره والنادي. برافو عليك. طب وحضرتك لما تغلط في مؤسسه رياضيه يا باشا اعمل بلاغ ضدي. لا مش المحكمه قايله كده. في فرق ما بين العقوبه الرياضيه والعقوبه الجنائيه. يا باشا المحكمه قايله كده ما انا كنت واخد عزل انت ناسي. العقوبه الجنائيه دي عقوبه ايه؟ والعقوبه الرياضيه. تمام المحكمه قالت لك لا يملك. لا العقوبه الرياضيه دي حتى تبع الاتحاد الدولي. خلينا مش في الموضوع ده انما الاتحاد هو شرط سجلات الاتحاد يعني نعم العقوبه اساسا انتم موقعين على زي ما بتقولوا شرط من سجلات الاتحاد. دي عقوبه رياضيه. على مين؟ هتشتبوا المشروع مرتضى بالسجلات الاتحاد؟ لا الشط ايوه الشط جمعيه عموميه. يا فندم انا جاي لك اهو انتوا كاتبين كده عقاب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره من ضمن العقوبات شط من سجلات الاتحاد. لا ازاي؟ لا فين دي مكتوبه شوفها فين؟ يا فندم. لا الماده 24 انا حافظها والله لا شوفها حافظها كويس قوي. ماده 24 ما فيهاش كده يا باشا. لا العقوبات التوبيخ أيوة. الايقاف غرامه 50,000 منفردين او مجتمعين وسداد قيمه التلفيات خلي بالك برضه. لا دي في حاجه ثانيه دي في الشغب.
يا باشا بتشوف بس يا باشا حضرتك مش هي دي القضيه. مش دي القضيه بس بتاعتنا، شوفها برضه. مش دي القضيه بتاعتنا. محمد بيه يا كابتن المحكمه استندت على خلينا مش موضوع يا باشا، خلاص مش موضوع. انا بس برد ان الدكتور مش عايز خليك عايز اخلص. نركز هنا يا عشان باشا احنا مش هناخد 3 دقايق بس المجلس يديني اوكي. وكل لسه ما ادالكش اوكي. ما والله لسه معظمهم ما عادش بيرد. خليك معايا يا استاذ حميد. معظمهم ما بيردوش. يا ابني اديني جواب ولا ادي لك حوالة حق. دلوقتي معايا الاستاذ حمدي المدير المالي اقول الشركه وايد الولاد. بس جيب يا ابني الجواب. اديني انت اعملوها دلوقتي قدام سياده المستشفى او سيبه انت ولا نجيب. لا سيبه يا سياده المستشار بتاع التعاون وانا اكتبه لك. لا حضرتك اللي يكتبه اهوت وهيبقى ليه لمجلس الاداره والموضوع يتحل. بس هو الموضوع كله زي ما اتطبق على جميع الانديه. يا بيه بقول لك محجوز على حسابي. اعمل ايه؟ هو حضرتك مش متابع؟ محجوز على 70 مليون مصر كلها عارفه الكلام. وما قدرش يحط جنيه في الخزنه للمخالفه. لما اتحليت قال لك بيحط فلوس في الخزنه. يعني انا اللي متكتف احط فلوس في الخزنه، الوزير قال لك ممنوع عمل لي مخالفه. احط فلوس في البنك ممنوع بس حجز عليه. اعمل ايه؟ اقول حوالة الحق قال لك من جوه من بره بره. الله. هيعمل ايه طبعا؟ يا باشا. الو. الو. اكتب الصيغه. يكتبها الصيغه انت يا سيادة. يكتبها. لا يكتبها. ما القانون القانون برضه يكتبها. لا يكتبها بخط الصيغه ايده اللي تضمن الحق يا سياده المستشار. يا باشا. معالي المستشار ما يكتبها. يكتب الصيغه اللي هو شايفها عشان يا باشا لو قلت له دلوقتي بعمل له حوالة حق بالفلوس اللي عند الشركه الراعيه، واخد بالك، يوم الاحد يتصرف كذا. قلت له اعمل لي جدول ونتعهد ان احنا نعمل جدول. انا في الاتحاد دلوقتي. ايوه هيحصل كارثه. انا بقول لك وحياه المصحف يا سياده اللواء تحصل كارثه. قول لي سياده الوزير اوكي. لا هو اللي بيقوله انا اللي بعمله دلوقتي. هو اللي بعمله هو حاليا. همشي بجد. بس مش مصلحه. همشي عشان البلد وعشان همشي. ناس مش خايفين على البلد. طب انا مالي؟ الكود هيقفل يا جماعه. السيستم هيقفل. انا بحذر. السيستم هيقفل. يا جماهير الزمالك في تعنت في اتحاد الكوره وتصفيه حسابات من حازم امام وجمال علام. بقول اهو. ونص ساعه بالظبط هطلع بيان وابعته للقناه كلها. يا جماعه خلاص الرئيس بنفسه جه ايه ده؟ انتوا بتذلونا؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ معقوله لعيبه زي دي بملايين تقعد في الشارع؟ الزمالك ما هو نادي عايزين تقولوا ان مرتضى منصور جالنا الله وعملنا معاه كذا؟ انا عايز اعرف بس بتزعق ليه؟ عشان اطفال. ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم في ملايين، في جماهير بالملايين. جماهير بالملايين على راسنا من فوق ونادي الزمالك على راسنا. لا مش على راسك دلوقتي يا سياده المستشار. ليه؟ لا مش على ليه؟ مش على راسك. ليه؟ انا عمال افهمك. الفلوس محجوز عليها في البنك عشان سياده النائب بيقول لك احنا بقالنا كذا شهر احنا ما نقدرش نحط جنيه في الخزنه. ليه؟ علشان الوزير عمل لما اتحليت رقم واحد حط فلوس في الخزنه. تمام. في قرار مجلس اداره للاتحاد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي بيراجعه. بس بيراجعه اهو بناء على عرض حضرتك. بس بعيد عن النرفزه وبعيد عن اي حاجه. ما عادش وقت. بس في لا هو اللعيبه على القايمه. نعم اللعيبه على القايمه الناس بس يدوسوا اوكي عليه. طب هي تعالوا ندوس انا. وخلاص. انتوا مش عايزين تأيدوا ليه؟ تقول لي عايز امشي. ليه مش عايزين اعيدهم ليه؟
يسدد بطول كريم خلي القناه تطلب ليه؟ يا ابني عشان في كارثه. خليهم يطلبوا. يسدد بطولهم بالله. عندي في سوهاج انت مش كنت بتحكي وفي جنة مش كنت بتحكي وانت حكيت امتى؟ اللي عليه 8000 واللي عليه انت حكيت 7. امتى؟ قالوا حج معانا في 2007 وأنا أقول إيه؟ لا ده كان حج عالمية. حاجه عالميه. حجه واحده؟ حج يا راجل ب5 حجات. حاجه عربيه حكيت وحراسه. كام حجه؟ كم حجة؟ الشعبية كلها حجة بدعاء هي حجه واحده اللي امرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. طيب ربنا يتقبل يا رب. عندي اللي عليه 8000 واللي عليه 7 واللي عليه 6. واقسم بالله العلي العظيم واقسم بالله على الترابيزه دي ما رضيوا يستثنوهم ولا رضيوا ياخدوا ال 10%. انت مستوعب اللي انا قلته؟ ايوه فلوس في البنك 70 مليون دي حاجه ثانيه. احنا واخدين القرار لنا شهر يا ست المستشار يا باشا محجوز عليها بلد ايه؟ بقى 8 شهور محجوز على هي. ورايحين لوزير الماليه وجاي لوزير رحنا وزير الماليه. عملنا البدع. كان معانا انا بريده وكان معانا احمد منير محمود معروف. لا حاجه جامده. خمسه عملت حوالي حق 10 مليون من فلوسنا اللي في الشركه الراعيه اللي تبع الحكومه لاتحاد الكوره. مظبوط كده؟ تمام. ينفع الكلام ده؟ وصور له ابن الشيك اللي انت بتجيبه. لا حازم بن باشا. في 3 مليون دولار داخلين الفلوس في الفيفا تشريك اكتر دولار جايين على عليكم بتوع الجزيري وفرجاني سياسي. فيعني عندنا فلوس بره كل ويك فلوس بره فنمشي الدنيا طول عمرنا بنساعد ان الدنيا بتمشي. السؤال كله يا باشا اي حته السؤال كل عائلات الكوامل الكوامل مركز واحد. الكوامل مركز واحد. بص انا اصل محرج لسه. من لي الجواب بتاع ايوه يا ريس. تمام. تمام. هات الجواب الثاني بتاع 9 مليون. 300,000 دولار. هنا هتولع وحياة المصحف هتولع والمصحف هتولع يا باشا. فاضل ربع ساعة يا باشا. فاضل ربع ساعة وبعدين عملت له حوالي اتحقق ب 10 مليون من الشركة الراعية هيستلم يوم الأحد. وكلمت مدير المالي قال لك هبعته له. هو كان طالب 5 مليون وعملت له تنازل عن 9 مليون. واخد بالك الفلوس دي جايه لنا من عشان الواد لعب في كاس العالم اسمه سيف يعني. طيب شوف عندهم يعني هيهمهم ايه؟ الدنيا عارفه المشاكل اللي الفلوس اللي محجوز عليها في ايه؟ قلنا مش هينفع هياخدوها بعد بكره. ايه بيه اتفضل. ايوه بيه سامع اتفضل. ازيك على طول قول له لا عشان انا في خناقه في حد الكوره. لا قول لي لا قول لي ايه القصه قول انا معاك اهو. ده هو اللي حصل. طب دلوقتي يعني حاجه اجيبهم منين؟
طيب اتحملوا بقى المسؤوليه. ناوي خلاص انا ماشي، ما خلاص. مش حاجه في ايدي اعملها. انا يعني اخر كلام؟ ده الكلام اللي عندي. ده اخر كلام عندك؟ ده من هو قراري اخر كلام؟ مش قراري. طيب انا اجيب بقى 10 مليون منين دلوقتي؟ ده يبقى ملوش قرار. اجيب ال 10 مليون منين دلوقتي؟ طيب دلوقتي الساعة كام بالظبط؟ الساعه 3 صور يا ابني الساعة 3 الا 10 استاذن الراجل المحترم بتاع اتحاد الكوره اهو 3 الا 10 لا بس الساعه كام دلوقتي؟ الساعة كام؟ ماشي الساعه كام؟ لنا الساعة كام؟ بس انت عارف الساعه كام؟ ايوه قول الساعة كام؟ ايوه الساعه كام؟ يعني حاجه وشويه كام؟ انا مش شايف يا عم ما تسال خايف من ايه؟ مش خايف قول الساعة الساعه كام؟ كام؟ قول احنا الساعه كام الفجر في ساعه دلوقتي الساعه كام؟ الساعه كام ايه؟ الساعه 3 10 الساعه غلط ولا صح؟ احنا لسه طالعين من اتحاد الكورة. عايز اقول لحازم امام انت منزل على الصفحة والاهلاوية داخلين عليك ان انا بغل منك. يا ابني انا كنت رئيس نادي وانا محينك مدير كورة يا ابني. طبعا ما هو لو ما تأيدوش او في المشروع